السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين فطيرة ست كريمة بقى؟ تعالوا نعملها بطريقة سهلة. انا عملت سيرب تقيل، عملته من كوبايتين سكر وكوباية ونص من مية، وحطيت عليه عصرة نص ليمونة، وقبل ما اطفي عليه حطيت الفانيليا، كيس فانيليا، بس ما قلبتوش ولا اي حاجة. ولفة جلاش قد نص كيلو كده. جبت لتر من 4 كوبايات من اللبن او لتر من اللبن. جبت 4 معالق كبيرة من السكر. طبعا احنا مش هنزود سكر عشان في سيرب وفي فواكه وفي حاجات كتير. وحطيت عليها 3 معالق من الأربع 4 معالق سكر و4 معالق من النشا، ومعلقتين من السميد. دي السميد بتاع البسبوسة. الحشوة دي جميلة جدا يا جماعة. وحطيت معلقتين من بودرة الكاسترد، او ممكن تستبدلوها بالبيستري كريم لو مش حابين نفس اللون، او ممكن تستبدلوها خالص، يعني متحطوش. وحطيت طبعا فانيليا في الاخر. هحط فانيليا دلوقتي وهغطي وشها واسيبها ترتاح خالص. طبعا مش هينفع نحشيها غير لما تكون هديت خالص، والسخونية بتاعتها هديت كده، عشان ما ينفعش نحشيها في الجلاش وهي سخنة. شايفين لفة الجلاش؟ حتى لو معاكي في ورق كتير متكسر او مقطع، هنحطه في النص بقى في الحشوة. هبتدي ادهن بين كل رق ورق عشان تبقى معاكي مقرمشة كده، وفي نفس الوقت تبقى معاكي هشة، متبقاش مكتومة. هبتدي ادهن حاجة بسيطة، يعني شايفين برضو عشان ايه ما تلزقش الكمية في بعض، وغير كده عشان زي ما قلت لكم تبقى هشة وتبقى خفيفة. جبت ورقتين وهجيب ورقتين تاني. وعلى فكرة ممكن على حسب اللفة بتاعتك انت، لو معاكي لفة صغيرة ممكن تحسبي على عدد 4 فطيرات وتعديهم. يعني مثلا ممكن تعملي فطرت، يعني ممكن تعملي لفة رق من الجلاش وعليه رق تاني، وتحطي واحدة جلاش في النص، تطبقيها كويس. هتشوفوا دلوقتي معايا هوريكم ازاي. جبت واحدة دي مقطعة، وحتى لو مش مقطعة، يعني حتى لو اللفة عندك كويسة، جيبي واحدة وطبقيها كده كويس، عشان دي هتبقى ايه طبقة اللي هي نحط عليها الحشوة، تبقى طبقة سميكة شوية. هتشوفوا طبعا اللي هو يعتبر مهلبية الكاسترد، او ممكن المهلبية العادية زي ما قلت لكم نستغني عن الكاسترد خالص، او لو عندك زي ما قلت لك بستري كريم ممكن تحطي، او ما عندكيش خلاص تعمليها مهلبية عادية خالص اللي هي نشا وسكر ولبن. زي شايفين بقى، بحط الحشوة زي ما قلت لكم، الحشوة تكون هادية جدا، مش سخنة. وهبتدي دلوقتي اطبق. طبعا لازم دهنة السمن بين كل رق ورق، لكن الجزء اللي احنا هنحط عليه الحشوة مش هندهنه اي حاجة. اهو هبتدي اطبق بقى الطبقتين دول على بعض. وخلي بالك احنا بنحط الطبقة السميكة اللي في النص دي وعليها الحشوة، عشان لما نيجي نسويها في الفرن. او ممكن على فكرة عايز تستبدلي موضوع الفرن ده، ممكن تسويها على البوتاجاز، طاسة تسخنيها جدا وتحطي عليها دهنة سمن، وتديها بقى صدمة يعتبر من فوق ومن تحت. اما تاخد صدمة من تحت تروحي تطلعيها من الناحية التانية. دي لو عاوز تستغني عن خطوة الفرن. هبتدي شايفين بقى لما بندهن سمن بين كل جزء التاني عشان تبقى مظبوطة، تبقى مورقة معاكي. جبت صينية، اي صينية عندك بقى مستطيل كده، ممكن تجيبي صينية تحطي فيها 4 فطاير. انا هعمل 4 النهاردة، ممكن تعملي اقل من كده، ممكن اكتر من كده على حسب ما انتي تحبي. هعمل كمية بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا اول طريقة معايا. شايفين بقى انا عملت 4، اللفة بتاعتي كافت 4.
هجيب بعد كده حطيتهم في الفرن زي ما قلت لكم، ممكن في الفرن او ممكن على الطاسه. جبت كوبايه من الكريم شانتيه، ممكن زي ما قلت لكم ممكن تزود عليها كريم باستري كريم، ده اختياري، ممكن حابه مش حابه عادي ممكن تحطي كريم شانتيه. لو بدون سكر حطي بقى 3-4 معالق سكر معاه. دخلتها التلاجة عشان ايه؟ ولازم الفطير ده يهدى جدا، يعني لازم يهدى جدا قبل ما تحطي عليه الكريم شانتيه. طبعا عشان الجو حر وكان الجو حر، فالكريم شانتيه ما استحملش يعني، برغم ان انا حطيته في التلاجة بس ما استحملش. يعني لما هحط عليه الحشو هيظهر جدا ان هو ابتدى ينزل يعني مع الفطيرة. بس الفطيرة كانت والحشوة كانت جميلة جدا، يعني جربوها يا جماعة هتعجبكم، وسهلة مش مستاهلة اللي هو الفلوس الكتير اللي اروح ادفع فيها او اجيب من بره، او لو عايزة اعمل كمية لعيالي فمش الاطفال وكده، فمش سهلة ان انا اروح اكلف نفسي. يعني بلفة جلاش ممكن تعملي كمية اكبر زي ما قلت لك، على حسب. يعني انا عاملة مثلا 4 طبقات، والطبقة الخامسة اللي هي حط عليها الحشو، ممكن انتي تعملي طبقتين وطبقة من الحشو، وطبقتين وطبقة من الحشو. يعني ممكن ال4 دول ممكن يبقوا 8. هبتدي بقى نحشيها. اول واحدة حشيتها بزبيب وجوز هند، اختياري بقى الحشوات. انتي عاوز عندك فاكهة معينة، عندك فاكهة نوع واحد بس ممكن تحطي. شايفين بقى يا جماعة ابتدت الفراولة بقى، الفراولة كنت انا بحاول يعني احطها، فابتدت ان هي تقع، بس هنظبطها يعني هنظبطها هتتاكل بعد كده. طعمها جميل والحشوة بتاعتها حلوة جدا يعني. زي ما قلت لكم طبعا انا اول ما طلعتها من الفرن سقيتها شربات على طول، بس انا الخطوة دي ما كانتش متصورة. واحدة تانية هنحشيها بالشوكليت، اللي هو شوكولاتة سيحتها، او ممكن تحشيها لو عندك، هي مفروض تتحشي يعني تحط شوكليت او تتحط كريم كراميل. كريم كراميل ممكن نعمله على البوتاجاز، طريقة سهلة جدا. تجيبي كوباية سكر وتسيحيها على النار هادية، وبعد كده اول ما تسيح تحطي عليها كوباية لبن، بس خلي بالك يعني بعيدي وشك، ومعلقة زبدة كبيرة. زي شايفين بقى الحشوات اللي انتوا تحبوها. انا نوعت في الحشوات. وبعد كده هجيب عندك عندك مثلا اللي هو الملمع بتاع الفواكه ده، عشان لو قعدت عندك فترة ما تبصش. وطبعا الموز انت عارفين لما بيتقطع ولا بيدخل التلاجة بيسود. والفاكهة عشان ما تبقاش طعمها مش حلو، جيبوا يا جل تلميع. لو ما عندكيش متوفر، انا حطيت من السيرب التقيل اللي انا عملته، اللي انا وريتهولكم في اول الفيديو، هو 2 سكر على 1.5 كوباية مية، وعليها عصرة نص ليمونة، وعليها فانيليا. واحطها على البوتاجاز زي ما اللي انا سقيت بيها الفطيرة، هي اللي انا لمعت بيها الفواكه. هيدي تلميح حلوة كده للفواكه بشكل حلو، ومنها تحافظ عليها زي ما ادي حافظة كده، عشان ما تبصش، ولو قاعد عندك فترة مبقاش طعمها مش حلو. اهو برش كده على المانجا. هي طبعا المانجا المفروض تبقى قطع، بس كانت طالعة من الفريزر زي ما ظبطناها كده. اهم حاجة تكون عجبتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تلاقوا ان شاء الله فيديوهات تاني. واتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم. وهي شايفين انا قطعتها في النص، وشايفين بقى طعمها جميل. جربوها ومورقة جدا. يلا، لقاكم فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.